يا سلام على الجو في المغرب، مطر ونفاف. على فكرة بالمغرب يقولون تا 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 صبي صبي صبي، بس ما أعرف التكملة، يعني طاح المطر عند الله بما معناه. رهيب جوهم ورهيب شفشاون يا جماعة. في هالأجواء أنا في شفشاون، يعني خلينا نقول مقهى الشعبي. شوفوا كيف الأجواء، شوفوا لحظة. انزين، واليوم طالبة شيء يسمونه في المغرب بيصارة، يعني تخيلوا شوربة فول. صح طارق؟ شوربة فول هي عبارة فول مطحون. فول مطحون اسمه بيصارة. المغرب انتوا تاكلون الفول، هم يشربونه. طيب اختلاف الثقافات كيف؟ نحب نضيف بعد كذا زيت الزيتون، نحب نضيفه زيت الزيتون والكمون والفلفل الحار الأحمر. نضيفه الفلفل الحار وبالصحة والراحة. والله يتحمل شوي شوي. المشكلة أخاف أتحمس. يلا وتخلطين خلطة. وشوفوا هاي الملعقة صدق يعني، شوف هذا واعر بزاف. حلو، هالواحد يعيش فيها شبعان. إذا تبون تطعمون حد يشبع أعطوها الشوربة غدا وعشاء. عشان تعرفون المغربيات ليش دوم حلوات وحمر وحلوة الحمراء. صح الطريقة ولا لا؟ نرش هذا. شوفوا 5 وواحدة هدية. خذي 4. يلا شوفوا احنا سيفورة ب100 وما ادري كم 200. خلاص ولي زوينة انت اللي زوينة. شوفوا بعد صبر مكثر ماي ورد. ها الله، شوفوا والله انت اللي عشتي زوينة. لمشهور بالخليج. زوينة هذا نحطوه على الشعب. شوفوا ولا كوريا ولا موريا، عاد براطم ما تخلص. سامحوا صاير. هذا ويش؟ شفتوا كيف بشتري؟ والله بشتري يا جماعة. كنت أصور فقالت لي إني أنا زوينة، فجيت أتصور معاها عشان قالت لي زوينة. انت زوينه. حي الله أهل المغرب. وهذا ياسين يسوون الأرقان. ارقان. السلام عليكم. لحظة أشوف. صباح الخير، ممكن أتصور معاكم؟ ممكن أتصور معاكم؟ لو تتصور معنا تصور معنا. مرحبا بك. مرحبا فيكم. هذه الحناية عندي هنايا. هذا شو؟ اللي كتعمل له حنة، هذه قهوة. قهوة. القهوة المغربية بيضة. قهوة لا، هذه قهوة بالحليب. بالحليب. تقولوا احنا قهوة مهرسة. قهوة شو؟ مهرسة. مهرسة. نص حليب ونص نص قهوة مهرسة. حبيت. ويكون فيها شي واحد فيه شي علا ويمشي المخزن. يا سلام. لا 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 لا، احنا جايين جولة، بس أنا أحب بس بنصور. تقوم معنا. لا هاي أسرع حنة حنيتها في حياتي وأنا واقفة. قالت بتسوي لي حنة شو اسمها، حلقوس. بس رسمة صغيرة لأني مو صديقة الحنة. الله، ها سريعي فناتك أمول. اقول لك غزلين اختي. الله. وهذا متى أخوزه؟ اشيله. بس 10 دقائق بتنشف تتقشر، بعدين تبقى اسبوع. تبقى أسبوع؟ نعم. وين تشوفها؟ بس خلاص عدام تبقى أسبوع بس. خلاص. شيله يا جماعة حرقوس. خلينا نشوف بيتم أسبوع بنشوف شو السالفة. شكرا وايد. اليوم بنتغدى يا جماعة في مطعم كان بالأساس بيت مغربي، سكانه طلعوا بس من 5 7 سنوات قبل. شو هذا؟ ما عندكم فكرة هل ايش صار عندنا؟ نديروا على كل شيء، درنا على كل شيء. شوفوا حتى الريال صفرناه. هذا شو يسمونه هذا؟ كسكس.
اوكي. انا اكل بس ترى الطاجين انا كله اكل بس فاضي. ما اعرف الاسامي. الطاجين كله فاضي. وهذا البرقوق. وهاي اللي طلبتيها شو يسموها؟ البسطيله. بسطيله وكسكسي. اخوان هذه. اسامي الوجبات يعني بس راعونا فيها شوي المغاربه، شوي بس اسامي الوجبات لو تكون اسهل. نختمها بالشاي المغربي. واعر بزاف. أضيق الأزقة في مدينة فاس القديمة، وفي له قصص وحكاية، اللي عنده فوبيا هني يسمي بسم الله ويدخل. وتشوفوا كيف عطني هني إذا ما كنتي ماخذة منجارة وكنتي مثيرة تحبين الأكل ما كنت حاسه انه شيء. إيه. كملي. يا سلام بالضبط. واو شوفوا هني مدخل شيء، مدخل تسلم السلام عليكم. وخياط يمكن روعة. Oh God. I like. You like? ليش أهدونا نعناع في فاس؟ تستاهل النعناع إذا فكرت تزور مكان نفس اللي بزوره الحين. في مدينة فاس اللي عمرها أكثر من 1200 سنة تم تقسيم الأحياء على حسب الحرف، يعني مثلا حي الدباغة، حي نسيج وما إلى ذلك. ونحن حاليا في مكان لدباغة الجلود، وهذه الطريقة في الدباغة تعود ل900 سنة بس ما زالوا يمارسونها في مدينة فاس. وعلى الريحة اللي بتشمها تستاهل نعناع مبور. ليش الريحة؟ كنت أتوقع أنه من الجلود، طلع لا، من المواد اللي يستخدمونها في دباغة الجلود، من أهمها مخلفات الحمام والجير كذلك والملح. طبعا ليش مخلفات الحمام؟ لأنها تساعد أنها تخلي الجلد لين. هالقطوة شو تسوي هني؟ anyway. والثمن ريحة فظيعة. ومن غير أنهم يستخدمون ملونات طبيعية مثل الزعفران والنيلة لدباغة الجلود. على هذا الشقة كلها وأنهم ما راحوا للطريقة الحديثة عشان يحافظون على هوية المكان وعلى هوية فاس نفسها. وبس والله شم كده وأتمنى لكم أسفار مليئة بالنعناع. شكرا. سيو. يا جماعة بلعب إنسان حيوان نبات بلاد في المغرب. طلع الموضوع صعب في المغرب. هالورقة شوفوا الله يخليكم، حرف بنت ولد، يعني مو بإنسان، بنت ولد. أوكي. فواكه خضار، مو بنبات، فواكه وخضار، يعني لازم مزارع اللي يجيبها. حيوان، جماد، بلاد. كانوا يبون يحطون مدينة داخل البلاد. مجموع. تخيلوا. فنلعب هاللعبة على التقاليد المغربية. نسرين. الولد نامق مال عدنان ولينا. نامق. شو مال عدنان ولينا. كين كابتن نامق. خضار ما في، فواكه ما في، كلنا استسلم. ما فيش ما عندكش خضار فواكه؟ لا. انزين ما في. حيوان نمر. نمرود. شو نمرود؟ لحظة شو نمرود؟ انت هذا كاين نمرود وما كاين نمرود، ما كتعرفيش نمرود. هاي المشكلة يوم تلعبي المغاربة كنا نعرف كاين نمرود مطيمشة. كيفاش مطيمشة؟ لا راه نمرود راه كاين قلبي. نمرود شو زين كان هذا شو يعني؟